يا صباح الفل يا رجاله. في كذا حد جه قال لي عن ال 600 دبل ار ال 2006 ازاي يغيروا الميه. فانا بقالي كتير قوي ما غيرتش الميه بتاعت الموتوسيكل وبصيتش عليها. هي بتبقى في الريداتير هنا. فكل الموتوسيكلات بتبقى نفس الشكل بتاع تزويد الميه، بس بتختلف من موتوسيكل لموتوسيكل في ازاي بتفك الفبر. فده 600 دبل ار 2006. هفك الفبر ونبص على الميه ونزودها ونشوف بتتزود ازاي. طيب اول حاجه دي الميه اللي احنا بنزودها ميه خضراء. انت ممكن تحط ميه خضراء، ميه زرقاء، ميه حمراء، بتتجاب من اي بنزينه. وممكن تحط لو ما عندكش ممكن تحط ميه تكييف اللي هي معطره، بس ما تحطش ميه معدنيه او من حنفيه علشان بتتبخر. فدي الميه الخضراء اللي ايه هنحطها، هنفك كده ونبتدي بقى ايه نحط الميه. طيب احنا ايه معانا شويه عده كده اي كلام شويه هنفك بيهم الفبر، مسامير الفبر. فهم تقريبا محتاجين ألانكيه على ما أعتقد. الناحية التانية ولا لأ، هو عايز واحد أصغر شوية. ممكن ده بيتهيألي هو ده. ماشي دي كده ايه، نبتدي نفك. بصوا هو معظم الفبر بيبقى ايه كبس زي كده، كليبسات كده، فبيتكبس بيطلع بيتضغط بيركب، فاهم قصدي؟ فاحنا يعني نعمله بايدنا الاتنين ونطلعه كده، وبعد كده ايه نرجع تاني. بصوا احنا هوينا المسمارين او شلنا المسمارين دول علشان ايه يهوي ده شويه ويساعدنا ان احنا نشوف الكليبسات ونشيل دي احسن. ماشي بعد كده ايه شلنا دي، بنضغط عليها لتحت ونرفعها لفوق ونشد. بعد كده هيتبقى لنا ايه اللي هي اسمها الهوايه اللي بتدخل هوا للموتوسيكل. فدي بنشيلها ازاي؟ زي ما انتم شايفين هي مجرى اصلا داخله في مجرى كده، فبنقعد نلفها ورا وقدام ونرفعها لفوق زي ما انتم شايفين ايه بتتشال كده اهو. بعد كده بقى ايه عندنا هنا غطا الريداتير اللي احنا بنزوده ميه. دي انت لو عايز تشيلها شيلها، لو مش عايز هي تركيبها صعب فانا هسيبها الصراحه وبرجعها لورا كده بس ايه، وابقى انا شايف الغطا. بس اهم حاجه قبل ما تفك الغطا ده، هو بيتفك ازاي؟ بتضغط عليه وتلف، بس قبل ما تفكه لازم الموتوسيكل يبقى بارد، عشان لو الموتوسيكل سخن وجيت تفتح دي هتفرقع فيك وهتحرقك. طيب انا فكيت الغطا وزي ما انتم شايفين الغطا الحمد لله نظيف مفيش اي صدى، وعلى عكس ما انا كنت متوقع خالص ان المية مش ناقصة. يعني المية تعتبر ناقصة 1%، والحمد لله مفيش اي صدى ولا اي حاجة. فاحنا هنزود نقطتين مية بالعدد ونقفل تاني. طيب علشان انا المية عندي مش ناقصة جامد فمش هعمل الخطوة دي. لما تيجي تزود المية بتعمل ايه؟ تروح مدور الموتوسيكل، بتروح مدوره، وانت بتزود الميه بتبقى مدور. يعني انت دلوقتي دورت الموتوسيكل عشان بس صوته لو ما يدور مش هتسمعوني. هدور الموتوسيكل وهو داير هروح حاطط الميه بزودها وازود شويه ميه، هتلاقي الميه اللي انت بتحطها دي بتتشفط لتحت، فتزود تاني لحد لما تتملي لتحت الزور بشويه وتروح قافل الموتوسيكل. وما تزودش كتير عشان الموتوسيكل ما يسخنش منك. بعد كده ايه، انا عشان يعني بعد كده انت بتحط ميه خلاص تقفل، بس انا عشان ما حطيتش ميه والميه عندي مش ناقصه قوي فمش هعمل الخطوه دي، هزود نقطه بالظبط واقفل تاني. طيب انا مش عارف ميه خضراء ايه دي الصراحه، بس انا لقيتها هي ميه خضراء، بس انا مش عارف هي من شركه ايه، اسمها اي توك مايك، مش عارف زي دي ولا حاجه كده. فاحنا هنزود. طبعا هو التزويد هيبقى صعب شويه من غير كوز، بس انا ايه هحط كده كروكي وخلاص. انت المفروض يبقى معاك كوز كده حطه هنا وبتزود فيه، بس انا ايه هحط بالسنس كده. بس هي اتملت اصلا يعني. اجرب دلوقتي ايه، ازود، افتح الموتوسيكل وازود. طيب هي الميه عشان مليانه اصلا فمش هتعمل، فانا ايه هنقص شويه ميه منها كده عشان ما تبقاش مرفوعه خالص بس. وبعد كده اروح قافل تاني واركب الفلتر. بقفل ازاي؟ واروح حاطط الغطا كده، بس طبعا مش هعرف اعمله بايد واحده، فهروح حاطط الغطا وضاغط عليه ولافف. بعد كده بقى نروح جايين حاطين هو بيتقال عليها هوايه، بيتقال عليها موزه، فاي حاجه، فهنحطها في المجرى بتاعها تاني ونروح منزلينها من هنا. بس بعد ما نتاكد بقى ان هي ركبت كويس، وتاكد ان هي ركبت كويس عشان لو ما ركبتش كويس ده مصدر الهواء اللي داخل الموتوسيكل فهيفرق معاك في اداء الموتوسيكل جدا. فتاكد ان هي ركبت وكل حاجه في المجرى بتاعها، مفيش حاجه ايه بتسرب ولا هتتحرك من مكانها عشان الهواء. بعد كده هتروح جايب الفبرة تاني، تروح
مدخلها، خلي بالك الدبوس اللي جوه ده وراح فين اهو، بيركب هنا في الحتة اللي هنا دي، فده هيبات اول حاجة عشان ده اخر حاجة انت فكيتها. هيركب كده وبعد كده ايه هنركب بقية الفبر كبس. يعني شايف الكليبسة دي هندخلها من هنا بس من تحت كده اهو، تروح ضاغط، ونفس القصة الناحية التانية، الحتة دي من تحت الفبرة كده اهو، بعد كده تروح ايه كابس وضاغط كده بقى ايه، تروح ضامن ده على ده وتبتدي تقفل بالمسامير. بعد بقى ايه ركبنا بقى الفبرة، بصوا مهوية ازاي، فاضل المسامير عشان تبتدي تمسك نفسها. نحط كل مسمار اللي احنا المفروض حافظين مكانه، نحطه بايدينا كده الاول ومش هنقرط عليه، نحطه برضه في مكانه. طبعا الموضوع صعب عشان ايد واحدة، فهنحط مسامير ونرجع تاني. بعد ما حطينا المسامير كده يدوي عشان نثبتها، نبتدي بقى ايه نلف المسامير، نضغط ونلف. بعد ما قفلنا الفبر رجع لشكله الطبيعي، بس انا عشان عندي هنا مشكلة في الفبر فعامل فتحة صغيرة، لو ضغطنا عليها كده هتروح، بس انا عشان عندي مسمار ناقص فالفبر ايه ساقط لتحت شوية بس. واحنا كده نبقى غيرنا مية الريداتير. الفيديو جاي بقى ايه هنوريكم ازاي نغير زيت الموتور.